السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلامة كده دايما يا رب. انا سهام ودي قناتي. لو اول مرة تنوروني وتشرفوني يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان قناتي تكبر بيكم، يوصل لكم كل جديد. احلى عيلة واحلى اخوات، ودايما كده بعمل معاكم كل الجولات الجميلة بتاعتي عشان اعرفكم الاماكن الحلوة الجميلة اللي موجودة في اسكندرية لو حابين تزوروها وتزوروها. طبعا دي المنتزه انا مصورها قبل كده بالنهار، وحبيت اصورها لكم بالليل برضو واوريكم جمال المنتزه بالليل. تحفة. قصر المنتزه ده قصر الملك فاروق سابقا، جميل جدا، ودلوقتي عملوا فيه تجديدات تحفة وروعة، مش عايزة اقول لكم على جمال. طبعا في الوقت ده كان حوالي الساعة 11 بالليل. شايفين الساعة 11 بالليل والناس ما شاء الله مالية المنتزه كده، وكله بيلعب ومبسوط، ومش عايزة اقول لكم بقى على الجو وعلى النسمات الهواء الجميلة بالليل دي تحفة. طبعا احنا عارفين في الصيف ان الجو دايما بيكون فيه موجة حارة جامدة قوي، فبالليل بتبقى النسبة كده فيها طراوة وفيها نسمات حلوة من الروائح اللي موجودة في المنتزه. وزي ما انتوا شايفين الوقت ده في النخل، طبعا في السباطات بتاعة البلح هم موصلينها كده بأنوار عاملة ألوان جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. ده طبعا انا صورت لكم الأجواء دي بالليل لأنها بصراحة عجبتني جدا، فحبيت أوريكم كمان شكل المنتزه بالليل. قبل كده انا صورتها لكم بالنهار وشفتوها في طلوع الشمس والجو الجميل. دلوقتي برضو بالليل زي ما قلت لكم كده، والشوارع بقى مش عايزه اقول لكم نظيفه، وفيها كمان اناره حلوه ونسمه الهوا جميله. بص المنتزه مهما اتكلم عنها تحفه. قعدتها حلوه، تمشيتها حلوه، فيها وقت السمر كده لو مع اخواتك مع اصحابك، بترجعي الذكريات سواء كان مع اخواتك او مع اصحابك او مع جيرانك او مع اقرب الناس ليكي. جميله جميله جدا. تمشي ما بتحسيش بالوقت، فجأة تلاقي الوقت مثلا الساعة بقت 1 2 على حسب انت خارجة من بيتك الساعة كام. وشايفين المنظر بقى مع الإضاءة اللي عاملينها الجديدة جميلة، هم طبعا مجددين فيها كتير قوي. هسيبكم تتمتعوا شويه كده بالمناظر الجميله التحفه دي. بس اهم حاجه لو لسه بتتفرجوا عليا وما حطيتوش اللايك فضلا وليس امرا، يلا اللايك بيرفع الفيديو كده عشان يوصل لكم مني كمان كل جديد. فعلوا الجرس على الكل كده عشان اي اشعار يجي لكم بالحاجات اللي انا بنزلها الجميله. شايفين الولاد ما شاء الله بتلعب، ربنا يبسطهم كده، كله بقى سهران. شايفين؟ والناس اللي عايزه بقى تعزف موسيقى، واللي عايز يقعد في هدوء، واللي عايز يقعد في جو كده هوا كده نسيم الهوا الجميل، ويطلع يقعد على البحر كده ويقعد ويستمتع بالمنتزه وجمالها. تحفه بصراحه، تحفه. يعني انا بنصحكم اللي يجي اسكندريه من ضمن الاماكن اللي لازم يزورها المنتزه، هتتمتعي فيها احلى متعه ان شاء الله. والاسر بقى بتطلع كده كل الاسر مع بعضيها، سواء كانوا اخوات بقى صحاب، كل اسره كده بولادها بجوزها بالدنيا كلها، يعني بالعائله بتاعتها يعني. وتخرج كده وتعمل اكله حلوه لو حابه تاكل، يعني كل واحد بقى على حسب بقى بيظبط حاله ايه. ايه رايكم بقى؟ مستنيه رايكم في الجوله الجميله بتاعتي، وتقولوا له بتتابعوني منين، واتمنى تزوروني وتنوروني. ويا ريت تتواصلوا معايا لو من بره اسكندريه وانتوا جايين اقابلكم كده احلى مقابله ان شاء الله، وتنوروني احلى اخوات احلى متابعين. ما تنسونيش باللايك والشير فضلا وليس امرا، وانتظروني في الفيديوهات القادمه سواء كانت جولات او اكلات باذن الله هتنال اعجابكم. مستنيه ارائكم ومستنيه تقولوا بتتابعوني منين. مع السلامه، باي باي، في رعاية الله وحفظه.
اتمنى لكم المتعة والسعادة في حفظ الله.